السلام عليكم حبيباتي، صباح الخير عليكم. صبحت عليكم بالخير ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. دائما متواصلين في وصفاتنا اللي نحطوهم دائما على القناة على قنواتي الثلاث، الانستغرام اليوتيوب والتيك توك، ونعاود نجيو نحطو لكم هنا في اليوتيوب. اليوم جبت لكم المركز ونصوص. هاد المركز لاصوص بصح انا درت صوص بلونش. هاد لاصوص اللي جات بزاف بنينه مختلفه على واش موالفين نديرو. قبل ما نبداو ما نساوش نصلوا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم. اول حاجه رحت قليت المركز تاعي. هنا درت استعملت المركز سبيسيال عليها ما تلقليش بزاف الزيت. بعدها درت حبه بصل صغيره قليتها مليح تاني في هذيك الزيت. وهنا كانت عندي قطعه تاع اللحم تاع الغدميز درتها باش نبنن المرق تاعي. بالنسبه للتوابل درت ملح فلفل الكحل وشويه حبه حلاوه مرحيه. نقلي مليح ونضيف ملعقه كبيره تاع الفارينه نزيد نقليها مليح في هذيك لاصوص. ومن بعد نبدا نمرق بالماء بشويه ونحل حتى تتحل معايا الفارينه. ضيفوا الماء بشويه برك باش ما تحبب لكمش باش ما يتحبب لكمش المرق تاعو. نديرو هكا تقدروا تستعملوا هنا الفوي ونزيدوا الماء بشويه حتى يتحل كامل ونمرق. قلت لكم بعد ما نمرقوا نغلقوا عليه ونخلوه حتى يعقد لنا المرق تاعنا. هنا ما كاش حاجه اللي تاخذ الوقت بزاف كبير في الطياب، يعني كان غير هاد قطعه اللحم بصحت عليه كوت يعني طيب تمتم. كي نشوفوا المرق تاعنا عقد نعاود نرجعوا هذاك المركز ونخلوه يغلي شويه، نغلقوا عليه ونقصوا له النار ونخلوه حتى نشوفوه باللي تلق كامل البنه تاع المركز هذيك في المرق ونطفيو عليه. شوفوا النتيجه ما شاء الله شحال جا بزاف بنين. صدقوني هاد المركز تجربوه ماشي حتندموا عفوا. المرقه تاعو جات بزاف بنينه. هنا مالفين نشوفوا المركز ونصوص بالصلصه الحمراء. انا درته لكم بالمرق الابيض كليتو برا وعجبني وقلت لازم نديره لكم وجا كيما اللي كليتو برا. فوالا البنات هذه هي مقعد لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم في فيديوهات مقبله ان شاء الله. سلام.